دي من الحاجات الجميلة جدا اللي هي الفراخ اللي هي المحشية، ولكن نراعي ان هي تكون فراخ صغيرة، يعني كيلو، كيلو ومية، كيلو 200 اقصاه. وعندي كمان البصل والثوم والفلفل الحار، ودي الكبد بغسلها كويس جدا. عندي كمان البصل والثوم والفلفل الحار، ودي الكبد بغسلها كويس جدا. انا غسلت الكبدة بالماء والملح والليمون وكمان بالخل، وكمان غسلت الفراخ بنفس الطريقة، المية والخل والليمون والملح. وبعد كده ببدأ احط الكبد بتاعتي في معلقة من الزبدة وشوية من الزيت، هشوحها كده لحد ما لونها يبدأ يتغير شوية. هبدأ احط الفلفل الاسود عليها وشوية من البهارات، وهقلبها كويس جدا. وبعد كده هضيف عليها كمية البصل. وبعد كده اول ما تبدأ ان هي البصل بس ياخد لون معاها، بعد كده ببدأ أضيف عليه كوباية من الرز المصري العادي، بكون إن أنا نقعاه لمدة 10 دقايق بس. وببدأ أصفيه وأضيفه على الخليط اللي هو الكبدة مع البصل، وبضيف كمية من الملح، وهبدأ أقلبهم كويس جدا. وبعد كده هبدأ أضيف شوية من المية، أنا زي ما انتم شايفين ضفت شوية من المية. وهسيبه على النار شوية لحد ما يستوي نص سوا. بعد كده هطلعه في طبق، وأعمل فراخ في النص عشان يطلع كل الهواء الساخن منه. وبعد كده ابدا ان انا احشي الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده، ببدا احشي البطن بتاعتها كلها، وما بزودش الرز كتير عشان خاطر ما يبداش ان هو يطلع من الفرخه. وطبعا بكتف الرجلين زي الطريقه المعتاده، بعمل عكس بعض. واجي من ناحيه الزور ابدا اسلك الجلد من اللحم بالمنظر ده، وابدا بعد كده احشي الرز بتاعي، واعمل الفرخه التانية بنفس الطريقه. خلاص كده انا خلصت الفرختين، هبدا احطهم في الطبق، وارش عليهم شويه من الفلفل الاسود. بس نحط طبعا في الجزء اللي هو الفراغ اللي موجود بين الوركين، بحط قطعة من البصل. وفايدة البصل هنا انه بيمنع خروج الرز اثناء السوى، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا للفراخ. هبدأ ان انا اسلق الفراخ معاكم. طبعا بجيب الحلة، بحط فيها معلقة صغيرة من الزبدة، صغيرة جدا، انا مش عايزة الزبدة كتير. وهبدأ احط الفراخ، طبعا انا حط عليها ملح وفلفل، احط عليها شوية من الحبهان وشوية من ورق اللورو، بيدي طعم حلو وريحة حلوة. وببدأ ان انا اشوحها من جميع الجهات، وبعد كده ابدأ اضيف عليها المية لحد لما تستوي. زي ما انتوا شايفين ده بيديها لون حلو. وكمان لما باجي احمر، ببدأ احط عليها الجزر، لان الجزر بيشيل الزفارة. وزي ما انتم شايفين بعد ما سويتها صفيتها كويس جدا، وحطيتها تحت الشواية، وحطيت عليها صوص الطماطم مع شوية من الزيت والملح والفلفل تحت الشواية. طلعت بالمنظر الجميل ده، يعني طبعا جميلة جدا وشهية وطعمها حلو جدا. طبعا ممكن نقدم معاها الرز الحبة وحبة، وطبعا طبق الملوخية أساسي مع الوجبة دي. طبعا وجبة متكاملة معاها طبق السلطة، وكده يبقى قدمنا وجبة حلوة جدا. أتمنى إن هي تنال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.